عوافي عليكم يا حبايبي. ليه احنا بنشهق اما نيجي نعمل الملوخية؟ ايه الحكاية سر شهقة الملوخية؟ كان حاكم من حكام الدولة الفاطمية كان بيحب الملوخية قوي وكان جعان جدا. أمر الطباخ إن يعمل له ملوخية سخنة وحلوة وبسرعة، ولو ما كانش هيعملها كده هيقطع راسه. وفعلا الطباخ وهو بيعمل الملوخية دخل عليه قائد الحرس، فخاف الطباخ بيحسبه ان هو جاي يقطع راسه، وهو بيعمل طشة الملوخية شهق، وطلعت الملوخية جميلة وعجبت الحاكم. والطباخ يقول السر في ايه؟ ان المرة دي الملوخية طلعت جميلة. قال السر في الشهقة اللي أنا شهقتها أما دخل عليا قائد الحرس. ومن هنا كل ست تيجي تعمل الملوخية تشهق في الملوخية عشان تقول الملوخية تبقى جميلة. بس مش السر في الشهقة يا حبايبي، خدوها نصيحة من خالتي تونة. السر إن الشوربة تكون دسمة، ان الثوم المفروم والكزبرة اللي هم بتوع الطشة يكونوا كتير، مع حتة سمنة بلدي كده اهو حلوة مع شوية زيت وانتوا بتحمروا الثوم المفروم والكزبرة. تطلع اجمل ملوخية من ايديكم وبالهنا والشفا. هي دي السر الحقيقي لجمال الملوخية. لما الشهقة دي حكاية مش حقيقية، يعني ايه الشهقة بشهق ايه؟ لكن السر في الشوربة الدسمة والثوم المفروم الكتير والكزبرة مع حتة سمنة بلدي وهم بتتحمر الايه الطشة بتاعتها. وألف هنا يا حبايبي. وإن عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش واللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.